السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهاردة هنحل تدريبات الدرس الرابع درس محافظات مصر، دراسة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول كتاب المدرسة. ويلا بينا نشوف لنتعمق في الفهم. 4. اقرأ وأجب. نظام تحديد المواقع العالمي اللي هو GPS يتيح لك هذا النظام تحديد مواقع الأماكن عندما تدخل اسم المكان أو عنوان في نظام تحديد المواقع العالمي اللي هو GPS. تحصل على موقع هذا المكان أو العنوان مما يساعد على تحديد اتجاهات الوصول إليه. طيب، 1. هل استخدمت نظام تحديد الموقع العالمي اللي هو GPS للوصول إلى أحد الأماكن؟ هنقول له طبعا نعم، أستخدمه لمعرفة الطريق والمسافة والوقت. يعني أنا مثلا مرة رايحة مشوار وما كنتش عارفة مكان، قمت استخدمت GPS عشان أعرف أمشي إزاي والوقت قد إيه والمكان فين بالظبط. رقم 2. في رأيك ما أهمية نظام تحديد الموقع العالمي اللي هو GPS؟ اللي هو أهميته إيه؟ بيساعد على تحديد المواقع والوصول إليها إيه؟ بسهولة. طيب يا مس، لنبحث عن المعرفة. 5. لاحظ وأجب. استخدم نظام تحديد المواقع العالمي اللي هو GPS لتحديد موقع، وبعد ذلك حاول تحديد موقعين آخرين تعرفهما، وحدد في أي محافظة يوجد هذان الموقعان. طيب، عندنا هنا موقع رقم 2 وموقع رقم 3. عندنا هنا المحافظة محافظة القاهرة، والموقع الثاني القليوبية، الموقع الثالث الجيزة. وعندنا كمان المنطقة المطرية شبرا الخيمة، منطقة الأهرامات. ما المعلومات الأخرى التي حصلت عليها حول موقع من خلال استخدام نظام تحديد المواقع العالمي اللي هو GPS؟ إيه هي المعلومات الأخرى؟ من موقعي عرفت أنني قريب جدا من المسلة الأثرية. يبقى من موقعي هنا عرفت إن إيه؟ إن أنا قريبة جدا من منطقة المسلة الأثرية. طيب يا مس، مهارات حياتي. 6. اقرأ وأجب. قابلت في محافظتك 3 سائحين يريدون زيارة بعض الأماكن السياحية في مصر. اقرأ المعلومات الخاصة بكل شخص واقترح على كل سائح منهم موقع ليزوره ويتناسب معه، واذكر اسم المحافظة التي يوجد فيها الموقع، ثم حدد اتجاهات السفر وانطلاقا من موقعك الحالي. يمكنك استخدام نظام تحديد المواقع اللي هو GPS أو خريطة لمساعدة. عندنا هنا الزائر، الموقع، المحافظة، الاتجاهات انطلاقا من موقعك الحالي. رقم 1. لينا سائحة من إندونيسيا أتت إلى مصر لمشاهدة المعلم الأثري الأكثر شهرة في مصر. طيب، لينا سائحة جاية منين؟ من إندونيسيا، جت لمصر عشان تشوف المعلم الأثري الأكثر شهرة. طالما قال الأكثر شهرة اللي هو طبعا أهرامات الجيزة. المحافظة محافظة الجيزة. الاتجاه المنطلق منه الجنوب، لازم ننطلق إلى الجنوب. رقم 2. فيليب سائح من إسبانيا يحب السباحة والغطس، يود الاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر. الموقع فين؟ شرم الشيخ. المحافظة جنوب سيناء. الاتجاه اللي احنا هننطلق منه جنوب شرقي. طيب، 3. روبرت سائح من الولايات المتحدة الأمريكية لديه رغبة في زيارة أشهر المشروعات جديدة في مصر. يعني روبرت سائح جاي من أمريكا، عنده رغبة اللي هو يزور أشهر المشروعات الجديدة في مصر. عنده طبعا العلمين الجديدة، المحافظة الإسكندرية، الموقع شمال غربي. طيب، شوف اللي بعده، الدراسات الاجتماعية في حياتي اليومية. رقم 7. لاحظ وأكد. استخدم نظام تحديد الموقع العالمي اللي هو GPS أو خريطة مصر لمساعدة على إكمال بطاقة المعلومات. عندي هنا البطاقة. أين أقيم في مصر؟ الاسم، هقوم كاتبة مريم صبري. المكان، العمر 26. العنوان، المنزل دمياط فارسكو. طيب، المحافظة فارسكو. تقع في الوجه البحري، الوجه القبلي، محافظات الحدود. طيب، دمياط دي بتقع فين؟ على الوجه البحري. المدينة الأقرب لي دمياط. المسطح المائي الأقرب نهر النيل. طيب، أنا عندي هنا نهر النيل
ممكن أقول البحر المتوسط. البحر المتوسط. ليه يا مس؟ لأن أنا عندي برضو راس البر، راس البر قريبة مني، فيعتبر عندي المسطح المائي نهر النيل والبحر المتوسط. طيب الأماكن المهمة القريبة عندي هنا، الأماكن المهمة القريبة كل دوت ما هوش تبعي، كل واحد يقول تبع المنطقة بتاعته. المنطقة بتاعتي مثلا راس البر، دمياط فيها معالم أثرية، فعندنا مثلا مستشفى الأزهر طيب كل ده الأماكن دي أماكن قريبة مني. لكن منطقة المسلة ونادي المطرية ومستشفى المطرية ومستجل المدني المطرية ومبنى حي المطرية دي برضو تعتبر من المطرية، ما هواش الخط بتاعنا. أو كل واحد يكتب لي في التعليقات أو يوريني إيه هو هيكتب إيه في كتاب المدرسة. وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي الاختبارات وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لإخواتنا في فلسطين ولبنان جدا جدا، ربنا ينصرهم يا رب إن شاء الله، ويبعد عنهم وينتقم من الاحتلال الظالم اللي بيقتل الأطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.